ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عايزه اقول لكم ان انا ده اول يوم للفراخ. او الكتاكيت معانا، نقول الكتاكيت دايما متعودين نقول فراخ. فانا لسه بحط لهم العلف اهو، الاول حاجه بنحط لهم العلف بتاعهم. وهنحط التحصينه بتاعت اول يوم، بس مش التحصينه. لا، هنحط حاجه تانية. مش التحصينه دي بتتحط تاني يوم. لكن اول يوم بنحط حاجه تانية. طيب ايه انواع العلف اللي انا كل شويه اسال وادور عشان اشوف احسن انواع العلف الموجوده؟ فطبعا في علف الايمان العادي، وفي العلف الايمان الذهبي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده ان هو نوعيته ممتازه جدا. والنوع الثالث علف الفريد. طبعا دي في المنطقه اللي انا فيها. كل واحد بيقول منطقته فيها انواع علف ايه طبعا للي بيربوا. فدول الثلاث انواع اللي انا قدرت اوصل ليهم ان هم مشهورين في المنطقه عندنا. الناس بتجيبهم. طبعا حسب كل مكتب بيبيع نوع علف معين، في اكيد في انواع كتير طبعا. كل شويه انا بدور على النوع ده لقيته احسن من علف الايمان العادي. علف الايمان الذهبي عجبني جدا. حسيت ان الفراخ عارفه تاكله كده وكويس. ولقيت الفريد ده كويس برضو. رحت جايبه منه 2 كيلو، لان طبعا هما الكتاكيت صغيرين في الاول ما بياكلوش غير حاجات بسيطه خالص، يعني شويه اللي انا حطيته لهم دول فضلوا عندهم طول النهار. فانا كنت جايبه 2 كيلو علف اجربهم كده واشوف اذا كنت هجيب لهم بقى شكاره علف على بعضها. هجيب اي نوع، هجيب الايمان الذهبي ولا هجيب الايمان العادي ولا هجيب الفريد. لسه مش عارفه، على حسب التغذيه اللي هشوفها مع الكتاكيت. هنتابع مع بعض وهنشوف الكتاكيت هنعمل معاهم ايه اول باول. تربيه الصيف مفيش احسن منها. يلا اللي ما جابش يلا يروح يجيب كتاكيت. كتاكيت القب احسن بكتير جدا في الصيف من الكتاكيت الرص ومن اي نوع تاني. تشيل لحم، والصدر بتاعها بيشيل لحم وبتبقى زي الفل. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.